تاني في حالة احتلال داخلي للبلاد، مش مشاركة. وأنا ما زلت مصمم إنه أنا مش هتعرف على الحرية والعدالة أو الإخوان المسلمين النهاردة ولا بعد الثورة. الناس دي أدبياتها مكتوبة في كتب، مسطرة في كتب، بيتربوا عليها. قبل ما الثورة تقوم ومع ال80 كرسي اللي خدوهم كانوا بيربوا الناس على إني الآن التمكين والفترة الجاية الوثوب على الحكم. وبيتقال في الأدبيات بتاعتهم إحنا بنستعد لمواجهة مع المجلس العسكري. ده بيتقال. الأسلحة اللي دخلت من على الحدود مع ليبيا دي مين اللي خد معظمها؟ مين اللي خد معظمها؟ ما يعني ما لازم الناس تتكلم في كده. احنا عايزين مين اللي الأسلحة اللي دخلت من على الحدود مع ليبيا دي مين اللي خد معظمها؟ مين اللي خد معظمها؟ الأسلحة اللي دخلت من على الحدود مع ليبيا دي مين اللي خد معظمها؟ مين اللي خد معظمها؟